قلت ماما ما الخبر؟ أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة. ردت ينسان الشر، ردت ينسان الشر، ردت ينسان الشر. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم بنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذه الباقة من الحلويات. حبيت نشكر المشتركة اللي بحثتهم لي، نقول لها الله يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة، راكي فرحتيني وفرحتي ولادي. وكما يقولوا مرت مخلوف يسموها مخلوفة، ان شاء الله نخلفها لك. ونجوزو مباشرة نهضروا على الديريات تاعنا. يجو بزاف بنان، سواء ديرهم بالكاوكاو ولا باللوز، فقط تبعي الطريقة حتى للأخير رايحة تتحصلي على ديريات هايلين. وش عندنا؟ عندي 3 كيلات تاع اللوز. انا اليوم خدمت باللوز وتقدري تخدمي حتى بالكاوكاو. هذه الطريقة راهي ناجحة 100%، فقط اذا تبعتي الخطوات. انا واش ديت؟ كما قلت لكم انا ديت عبرت بهذا الكيل، ديت منه 3 كيلات لوز. نجيبو بول. وش راح نحط فيه؟ رايحة نحط فيه كيلة تاع السكر. الكيلة اللي عبرت بها اللوز نعبر بها السكر. نزيد نبرش عليها الزاز تاع الليمون، ويفضل يكون عندك الليمون او الزاز تاع الليمون اصفر. على بالكم مقروط اللوز ولا المخبز يحبوا الزاز تاع القرص. نزيد لافاني، نحطها نخلط. بعدها نجيب المزهر تقريبا كاس تاع لاتاي، وتبداي تشمخي في ذاك السكر تاعك وتذوبيه فيه هكذا باه يجو الديريات تاعنا معسلين. هكذا وتبقاي تخلطي وتخليهم يريحوا حوالي نص ساعة. هذا الخليط تخليه يريح نص ساعة حتى يطلق هذاك السكر روحه. ها هو السكر تاعي بعد ما ذاب. خدمي صباحك وولي وخلطي، خدمي وخلطي حتى تلقايه ذاب بهذا الشكل. ها هو اللوز تاعي اللي عبرت به. وش راح نحط فيه؟ نص مغرف تاع خمارة الحلويات، نص مغرف. نص مغرف على الخميرة تاع الحلوى بها الديريات تاعك يجو خفاف. ونزيدوهم لذاك الخليط اللي ذوبنا فيه السكر مع المزهر. تحطي كامل اللوز تاعك، بعد ما تخلطيهم مليح 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 جيبي حبة بيض ضربيها
وزيديها للوز، غير بالعقل تتحصلي على عجينة تلصق في يدك. هذيك هي، مع تخليها تريح رايحة تشد روحها، لازم تتحصلي على عجينة تلصق في التزيرية تاع المول. لكن اذا درتي تزيرية المقروصين ما ننصحكش بالعجينة تلصق، لازم تجي شادة روحها. هذه هي، ونخلوها تريح ساعتين. عندي مارغرين التوريق رايحة نخدم العجينة. واش راح ندو في العجينة؟ ندو 3 كيلات تاع الفارينة. انا عبرت بهذا الكاس، ونصيرهم. ها هي الزبدة، بعد ما ذوبتها راح ندي منها نص كيلو، ندير حفرة في وسط الفارينة ونحط الزبدة. وعندي هذا الكاس حطيت فيه الماء زهر اللي كسريت على الماء زهر، وحطيت فيه كولورون بلون باه نلم به العجينة تاعي. ولازم تحطي الماء زهر على الزبدة باه ما تتحببلكش هذيك العجينة، وتبداي تخلطي حتى تحصلي على عجينة. بعد ما تتحصلي على عجينة حتى هي لازم تخليها تريح. كما قلت لكم الحشو لازم تخليه يريح ساعتين، والعجينة كذلك باه تمدلك الطوع. ها هي العجينة وها هو الحشو. الحشو كنت وزنته على 40 غرام، وزنيها على 40 غرام. هذيك هي كما يقولوا ما هو له. العجينة رايحة نفتحها في الرقم 1 بعدها 4، في الرقم 1 فتحيها وعاوديها، فتحيها وعاوديها حتى تولي ليس، تولي ناعمة. واللي ما عندهاش الماشينة تبقى تحل فيها حتى تولي الرخامة تاعها تبان. بعد ما تفتحيها، انا فتحتها في الرقم 7، يعني خليت رقمين موراها، يعني تفتحي 7 وتخلي 8 و9، ما تفتحيهاش في 8 و9. انا الماشينه تاعي تكمل حتى ل9. كما راكم تشوفوا انا ليمول تاعي موالفه نطيب فيهم، ما درت فيهم والو. واللي عندها جدد رشيهم غير بالفارينه. اني عدلت العجينه، عبزي عليها، جيبوا بوشون وتبداي تحطي في النص تاع البيطال كما راكم تشوفوا. طريقه جد سهله راح تنجح فيها اي مبتدئه. وترشقيها باللوزه. ها هي رانا كملناها، ونخلوها تريح حوالي ساعة فقط باه ترفد الرشمة اللي درناها بالبوشون. نزيدو حبة معاكم كما قلت لكم في النص تاع البيطال. ودخليهم طيبيهم بعد ما يريحوا لك ساعة. هاهم بعد ما دخلتهم شوفوا طيبتهم بيان دوغي، تثق بهم. انا العسيله كيفاش درتها؟ جبت عسيله مشريه، شريت عسيله قطع عسل، زدت عليه الشربات وخلطتهم. بعدها اغطست التزيريات، غير تخرجيهم اثق بيهم وحطيهم في العسيله اللي قلت لكم عليها. عسيله مشريه مع الشربات
وتحطيهم وهما سخونين. ولازم يريحوا نص ساعة في الشربة تاعهم. وبعد ما يقطروا لك زينيهم بالحلوى أو العقاش الفضي الرقيق كامل، باه يمدلو لمسة جميلة ويبانو هذوك لي بيطال اللي درناهم بالبوشون. ها هي الحلوى تاعي. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.